يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هوريكم نعمل طريقه بطاطس شيبسي. سهله جدا. للي ما عندوش قطاعه شيبسي، دي المقشره اهي. المقشره بتاعتنا العاديه اللي بنقشر بيها البطاطس العاديه دي. انا مش هستخدم السلاح اللي بقشر بيه، انا هستخدم السلاح ده كده. انا بنقي بطاطس المقاس ده، بعيده شويه عشان تبقى باينه. مقاس صغير كده. ببدا من هنا، من تحت، من هنا. المهم ان تجيبي بطاطس شيبسي، تجيبي بطاطس مخصصه للتحمير. السلاح اهو، اوقفت المقشره اهي عادي واعمل كده. شايفين هي اهي في البطاطسايه اهي. هناخد الحته اللي تحت دي ماشي بالطول كده، يعني مش بالعرض، بالطول اهي. هنبدا بسم الله اهي. ولفها، يعني اعمل والفها عشان الجنب بيبقى رفيع والجنب بيبقى تخين. 3 4 وحدات والفها. ما بتطلعش رفيعه خالص وبتطلع جميله ما شاء الله. مينفعش نقعد نعمل كده ورا بعض، لا هي كده اهي واحده ونلفها اهي اهي، عشان لسه عامله بيها من الناحيه التانيه اهي. طبعا انا بعمل على الرخامه بس عشان خاطر اوريكم ان هي الكاميرا قريبه بس اللي تحت اهي. بصوا شايفين، شايفين اهي. بصوا اهي، بصوا كلها رقات ماسكه نفسها وحلوه ازاي. خليكم معايا بقى نحمرها. اهم حاجه ان احنا نكون غاسلينها كذا مره عشان ننزل النشا اللي فيها. تمام اهي. بصوا ما شاء الله انا عملت كل الكميه اللي معايا. بصوا الواحده عامله ازاي اهي. شايفين سمكها مش رفيعه خالص ومش تخينه وجميله. واحنا بنحمر بقى هقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه كده نسمي الله مع بعض. احنا مش عايزين ايه نعمل طبقات كتيره علشان ايه تتحمر براحتها. اهم حاجه ان انتوا تشتروا بطاطس تكون بطاطس تحمير. بصوا حبايبي، انا مش بنحط كتير زي ما بنقلي البطاطس المحمره عشان خاطر الشيبسي بس يطلع ذهبي وجميل. بتحطيها بالطريقه دي يا دوبك بس كله يبقى على الوش اهو، مش طبقتين كده فوق بعض ويبقوا كتير يعني ما تحطيش كميه كبيره. نزلي واحده واحده كده بالمنظر ده. نسيبها بقى تتحمر مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اللون الذهبي الجميل؟ يلا انا هطلعها. بصوا يا حبايبي جميله. شايف؟ مش عارفه انتوا سامعين الصوت ولا لا، بس اهو. تمام. تحفه ما شاء الله. انا جايبه كيس توابل بالجبنه بقى رشها عليها انا كده. انا عملت كل كميه الشيبس اللي معانا. بسم الله ما شاء الله جميله. حاضر. مش عايزه اقول لكم ان انا ابني اصلا رايح جاي يقول لي ده كل شويه يجي ياخد شيبسي ويمشي. هي ما شاء الله جميله، ولما حطيت عليها التوابل خلت طعمها تحفه. اللهم صل على النبي. هتسالوني بقى ايه نوع البطاطس دي؟ انا كنت جايبه بطاطس بط. انضف حاجه في البطاطس للتحمير الشيبسي الصحراوي، اللي هي تلاقيها كبيره كده وعليها رمله كتير. بعدها على طول اللي هي بتاعه المنصوره. وبعد كده بقى شفت، عارفين اللي فيها نقطه حمراء دي؟ وكل واحده برضو ليها وقت. اللي فيها نقطه حمراء دي برضو بتبقى جميله برضو. والسبوت دي يعني دي اخر انواع الشيبسي، بس انضف انواع خالص بقى هي الصحراوي. يعني اللي عايز يعمل شيبسي صح، يعني اللون ذهبي احسن طبعا من كده، يجيب اللي هي الصحراوي. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.